انا بقول انني اروح اجيب لها الدكتور. صدقني يا واد والله ما فيها حاجه، زينه وزي الفل صدقني. مش عارفه ساره اخرت ليه كده، عاوزه جدع عشان الواد دي. يا ساره بقول لك ايه هو يفضل يزني كده كتير؟ مش جعان يا علاء، يعني ايه يعني هيقعد يزن كتير؟ ما لازم يزين، ما كلش يا حبيبي. امسك الولد دي. لا لا انا ما بعرفش اشيل عيال صغيره، خليه انت. انا هروح اشوف ساره مرات اخي، يعني عملت الجدع ولا لسه؟ ايه هي جدع اللي هتعملها له؟ ولا انزل اجيب له لبن؟ لا يا واد ما تجيبش لبن دلوقتي، اصبر. احنا عايزينه ياخد من امه لبن السرسوب، علشان دي اللي هيقعد في عظمه وهيقعد في جسمه. ده انا قلت لها تعمل له شويه كراوي شويه ينسون، اي حاجه كده. ماشي ماشي يما. ايه دي كراوي وينسون وايه دي؟ ايه دي؟ بطني راحت فين؟ هو اني بحلم ولا ايه؟ يما يا علاء، ايه دي؟ فاقت يما، صفيه فاقت. الحمد لله على السلامه يا صفيه، انت ولدت يا بت. انا ولدت ماتي، انا مش فاهمه حاجه. ابني فين؟ ابني فين يا علاء؟ يما الحمد لله على السلامه يا اختي، ابنك اهو يا حبيبتي. اها جمت لك زي الجير ده اهي، خلاص يعني. قومي يا اختي قومي. هو اني ولدت؟ انتوا بتتكلموا جد؟ ودي ولا دي؟ هو اني بس انا ولدت كيف؟ انا ما رحتش المستشفى. هو مش علاء كان رايح عشان يجيب العربيه؟ ما يكونش انني ولدت في ايه دي؟ انتوا جبتوا لي دايه؟ وانتوا جبتوا لي دايه يا علاء؟ انا ولدت في البيت صح؟ جبتوا لي دايه وانتوا اديتوني بنجي كيف؟ انا ما حسيتش بحاجه. من كرم ربنا عليك يا حبيبتي، ربنا سهلها لك، وسبحان الله يا رب الولد اتزفلت على طول. خدي اتعيد لي عشان تشيلي ولدك. الولد نزل كده مني، سبحان الله. فرجيني كده يم. الله اكبر الله اكبر. امال يا عين. تعالى يا حبيب قلب مامي تعالي. شوفي علاء، شوف صوته حلو كيف. عسل زي العسل قوي. الله اكبر عليه. انا مش مصدقه الصراحه. كل شيء الحمد لله. شبه يا علاء ولا شبهك؟ يا علاء بقول لك شبهي ولا شبهك؟ وهي علاء مالك مبلمني كده؟ انا بقول لك الولد دي شبهي ولا شبهك؟ شوف حلوه قديش. انا فرحان بيكي اكتر من الود دي. كل ما انا شايف الفرحه في عينيك دي انا مبسوط. امي قاعده وراكي بتلاقيها دلوقتي هتضحك علي. والله يما انا ما بحس ان الدنيا كلها بتضحك لي غير لما بشوف صفيه بتضحك، ساعتها بس بحس ان كل الهموم اللي في الدنيا راحت. كل دي عشانني يا علاء؟ ربنا يخليك لي يا حبيبي. يوه امك قاعده خلاص بقى. بس قولي الولد دي شبهي ولا شبهك؟ يوه هو انت خليتي فيها يوه ولا هو خلى فيها يوه؟ ده انا اللي هقول بو. انا جايمه يا اختي، جايمه اعمل لك شويه شوربه كده سخنين. رضع الواد دي، رضعيه لبن السكسوك دي اهم حاجه، هو ده اللي بيقعد في جسمه العمر كله. حاضر يما، بس انا لسه يعني مش بعرف هرضعه كيف. بتعالي انت بقى ساعديني يعني، عرفيني ارضعه كيف وبعدين يعني. قولي لي يما، هو شبهي ولا شبه علاء؟ شبهاني لا شبهك ولا شبههم. اني جمرايا طلع لي سيبته عامة انا هروح يا اختي اعمل لك اي حاجه ليه، وانتي لما اجي بقى بعودك ازاي ترضعيه. بقول لك ايه يم، حد بلغ امي واخواتي ولا هم لسه ما يعرفوش؟ واحنا كنا في ايه ولا في ايه يا اختي؟ اما صدقنا ان احنا اطمنا عليكي، قلنا لما تفوقي كده وتروقي عشان ما يجوش يتخضوا عليكي. بقول لك ايه يا علاء، كلمهم بقى وقول لهم ماشي. امي وابوي واخواتي هيتبسطوا، وخصوصا لما يشوفوا بقى الولد دي. ما قلتليش يا علاء ناوي تسميه ايه؟ انا هسيبهولك انت يا صفيه، انت اللي تسميه. لا يا اخويا انا مش مسميه حاجه لحالي، انا وانت عشان لما يكبر يعني نقول له انا وابوك اللي منجي لك الاسم. ايه رايك في، والله ماني عارف الاسامي كتير. ايه رايك في نادر؟ ما انت لادغه اهو، بعد كده تقولوا لي يا نادي يا نادي. وهي علاء ما هي مش باينه، هو باين يعني انني لدغه. نادر اهو نطقتها عدل اهو. وبعدين نص الشعب كله ألدغ في الحرف بتاع الراء دي، مش انا بس. تعرفي انا ما حبيتكيش اصلا غير عشان الحرف اللي انت لادغه فيه دي، حرف الراء دي. والله جميل على فكره. الناس اللي يعني لادغه في حرف الراء بتبقى دمها خفيف. والله. ايه رايك؟ انا كنت عاوز اسمي زين من زمان الصراحه، بس انا يعني قلت اشوفك انت عاوزه الاسم ايه الاول. زين حلو، اسمي زين والله جميل. يبقى زين علاء محمد الدسوقي. حلو جميل فعلا. يعني انت مش زعلانه انني سميته زين؟ ده هو اسمه زين وهو زين، قلب امه دي
زين. تعرف يا صفية، من ساعة ما اتولد وهو على صرخة واحد شكله كده هيورينا النجوم في عز الظهر، ما هينومناش. يوري براحته ويعمل اللي هو عاوزه. هو دي ملك روحي، قلبي، عقلي، دي حبيبي. خلاصي خلاصي. ما هو طيب وغلبان اهوت يا علاء. يو هتغير منه من لونها ولا ايه؟ يا زين يا زنوني. الله اكبر عليك. ماشي يا ستي، ربنا يهني سعيد بسعيدي. على الله بكرة تنسيني يا ست صفية وتهتم بالزجرد الصغير دي. انت يعني هتغير لواني اهتميت بزين وسبتك؟ ده نايم. هو انا بلعب في ايه؟ هنغير من اولها ولا ايه يا علاء؟ واذا كان هو يعني قلبي فانت روحي. انتوا الاتنين ربنا يخليكم لي. ده انا عايزه اصحيه، نفسي اسمع صوته واشوف عينيه. ايه دي يا علاء؟ رايح وين؟ ربنا يهني سعيد بسعيدة يا ستي. عامة انا هروح بقى اجيب له الغيارات بتاعت الصورة دي وبتاعت العين وشامبو ليه عشان نحميه، عشان لسه ما استحماش الجربان دي، ونشوف كده بقى الحاجات اللي هو عاوزها. ماشي، واجيب له لبن كمان. يلا ديري بالك عليه. ومالي يعني منه لما اهدي مع قلب امه دي. صح، ما تنساش يا علاء اتكلم امي واخواتي. انت عارف ان هنا ما فيش شبكه. ماشي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قول لي بابا سلام عليكم. يو من اولها كده؟ لا لازم نرد السلام. لما ترد السلام 30 حسنه. اكبر بس كده يا قلبي وانا اعلمك كل حاجه. خلاصي يا زين يا زوزو. ايوه يا علاء. ايوه انا سامعاك. صفيه بتولد. لا يا ام اسماء، انا بقول لك ان صفيه ولدت. يا الف بركه. ولدت فين؟ انتوا في انهي مستشفى؟ قول يا علاء. يا علاء يو الشبكه بتقطع. اقف في حته فيها هاوي. ايوه يكون فيها شبكه. ما تحركني كده سامعني؟ ايوه انا كده سامعك خلاص. بقول لك ولدت في البيت، ما لحقتش يعني ان هي تروح المستشفى. ولدت في البيت؟ جبت لها دايه؟ حرام عليكم. ليه كده يا علاء؟ هو انت مستغني يعني عن صفيه ولا ايه؟ فيه ايه؟ ما كنت تقولوا لنا وكنا اديناكم فلوس يا شيخ لو كنت محتاج فلوس. ليه بتولد البنت في البيت؟ عيب عليك يا ام اسماء، فلوس ايه بس؟ الحمد لله مستوره. هي اللي ولدت لحالها كده في البيت وانا بجيب العربيه، ما لحقتش. ولدت امي يعني سعادتها وكده وولدت في البيت. عامه احنا مستنيينكم، تنورونا. سلام يا علاء. البنت ولدت لحالها في البيت؟ يا حبيبتي يا اختي. وايه دي يا اختي؟ ده عمتي رايحه هي والبت دولا دلوقتي هينيلوا الدنيا كلها. طب احنا كيف يعني بعد ما نسرقوا بنتها نروح لهم الدار هناك؟ هتبقى مشكله. انا لازم الحق ادق لعمتي. الحق بقى اخليهم بقى يرجعوا واقول لامي كمان ما تجيبش سيره عن الموضوع ده. الو. ايوه يما اسمعيني، صفيه ولدت. طب بقول لك ايه يا دعاء، روحي لاختك يا اختي المستشفى وتطمني عليه لحد ما انا اشوف. الفلوسات اتسرقت يا دعاء، الفلوسات اتسرقت بتاعت الحج بتاعت انا وابوكي. يما اسمعيني بس. احنا دلوقتي اختي ولدت في البيت، حدا حماتها قاعده. عامه ما تجيبيش سيره ابدا في اللي انت عاوزه تعمليه يم. ما تفتحيش مرات احمد في حاجه. انت ما مسكتيش عليها حاجه عشان تقولي لها انت اللي سرقتي الفلوسات. هي ما تعمليش مشكله، بنتك لسه نفسها هتتعب. كيف يا بيت؟ هي 200 جنيه؟ بقول لك 200,000 جنيه. ايه دي؟ هي لعبه ولا ايه؟ لا اكيد هيكون مين يعني؟ اني ولا اخوكي ولا ابوكي؟ محدش بيخش حدان. اكيد هي. تعرف يا بيت، على الاقل يعني لو خدته تاخد اللي يكفيها بس ترجع الباقي، لكن تاخده كله كده وتلهفه لا. هو ده اللي مش هسكت عليه. يما اسمعيني بس. هتروحي تقولي لها انت حراميه كيف؟ ودلوقتي بنتك لسه والده وهتروحي عند امها وهتتعاركوا مع بعضيكم. يما بالله عليك سيبي بلغي المركز، والمركز هو اللي بقى ايه يجي ويشوف الفلوسات دي اختفت ازاي. لكن ان انت تظني في حد ظن زور حرام. ان بعد الظن اسمي يما. عشان خاطر بالله عليك يا شيخ ما تفتحي فاطمه في اي حاجه دلوقتي. لا اله الا الله. ماشي. عامة ابوك واخوك راحوا المركز يعملوا بلاغ عشان يشوفوا الفلوسات دي راحت فين، وانا اعدي علي. يو عمتك اهي، عمتك واختك جوم. اقفلي البسي وتعالي نروح لها على هناك. ماشي ياما زي ما قلتلك. هي يلا سلام. الحمد لله يا رب ان امي لسه فتحتش فاطمه في حاجه. كنا هنخش ازاي دار الست يعني واختي والده هناك واحنا مسوقين بيتها. الحمد لله. يا اسماء. نعم ياما بتنادم علي؟ ايوه يا اسماء، بقول لك ايه يا حبيبتي، اطلب منك طلب هتبقي جده؟
قولي يما عاوزة ايه؟ انا سامعاك اهو. بصي يا حبيبتي، دلوقتي خالتك ولدت، خالتك صفية، واني وخالتك وستك يعني كلنا رايحين نشوفها، وان شاء الله بكره هاخدك معايا انت واخواتك. بس دلوقتي انا عايزاك تديري بالك على اخواتك وعلى ولاد خالتك، ماشي؟ وخالتك نفيسي هتبقى قاعده بتعمل هنا الوكل، ماشي؟ هتبقى قد المسؤوليه دي يا اسماء. هتديني كام يما؟ عايزين نخلص ونخش في الموضوع على طول يعني. معرفش اني طالعه ماديه لمين. حاضر، هديك اللي انت عاوزاه، بس قوليلي هتديري بالك على اخواتك وعلى ولاد خالتك؟ يبقى كده تروحي وانت مطمنه يما، وتحطي في بطنك بطيخه صيفي كمان، ما تقلقيش من اي حاجه. انا هدير بالي على اخواتي وكمان على ولاد خالتي. ايوه يا اختي، ماني عارفه حاكم يعني طمعانه. انت عاوزه كام بقى يا اسماء في الليله دي، اقصد يعني في الشجره دي؟ والله يما كلك نظر. أنا هاخد على كل راس 5 جنيه، يعني أخويا أحمد و4 ولاد خالتي يبقى 25 جنيه. يلا عاملة لك تخفيض على فكرة. كمان بتحاسبيني بالراس، هم خرفان. ماشي عامة هديكي يا ست تاني من عندي 30 جنيه، بس تديري بالك هي وكويس يعني، عشان احنا ممكن نقعد ساعة ساعتين، فيعني عينك كده تبقى في وسط راسك، ماشي؟ يعني دفعة مكلفة هي. يلا يا اسماء روحي يا حبيبتي، واني هكلم خالتك نفيسه وهمشي. بقول لك ايه يما، ما تبيتي انت وخالتي هناك حدا خالتي ويبقوا 60 جنيه. ايه بقولك، ايه رايك في العقد دي؟ لا هي غروبه انت، مش للدرجه دي هي. ده انت طلعتي غروبه يا بنتي يا اسماء. عامه احنا مش مبيتين، احنا هنطل عليها كده وهنقعد معاها قيمه ساعه ساعتين وهنيجي، ماشي؟ يلا روحي. واه يما، هو في حاجه دلوقتي من غير فلوس؟ ما العيال دول طالعين ليه كده؟ ده احنا ما كناش عيال بقى. ده انا لما كانت امي تديني الشلن كنت برقص. سبحان الله يا رب. يلا على رايك يا اسماء، ما فيش حاجه من غير فلوس يعني. اما الحق بقى البس علشان امشي. الحمد لله يا زينب، كده فرشنا الاوضه وبقت 100. بيضالك في القفص يا بنتي يا زينب، غلبانه. شفت الشقه بتاعتك حلوه وزينه كيف؟ يا رب تتهني بيها يا زينب يا اختي. تحسي يا اختي كده ان ربنا بيرضيني، كمني صبرت وكمني يعني انني كبرت وكده. الله اعلم بقى هيبقى ليا في الخلفه ولا لا. خايفه ما يبقاش ليا في الخلفه علشان كبرت يعني، وكل دي اصحى منه على كابوس، وان ابو الخير عاوز يتجوز عشان يخلف. بتخبي وشك مني يا زينب، داني اختك يا بت، اقرب واحده ليك. وبعدين عادي، انا اعرف يعني ستات بيخلفوا على 40 كمان مش على 38، وربنا هيكرمك ويعوضك عن الغلب اللي انت شفتيه يا اختي في دار عمك. والله يا اختي اللي انا شفته مش قليل، ده أنا اللي شفته يفرج على البلد كلها هموم ويفيد كمان. الحمد لله ربنا عوض علي. بقول لك ايه يا اختي، قولي يا قلب اختك، قولي عاوزه ايش؟ انا خايفه عمك يرجع يلف تاني على ابو الخير ويفتحوا في موضوع الفلوس وكده اللي هو كان طالبها منه دي. انا مش ناقصه مشاكل، ومش ناقصه كمان ان انا اجر المشاكل للعيله هني. اديكي شايفه طيبين وغلابه. والله عمك لو عمل كده اخلي ابو الخير ما يسالش فيه، لان كده هيبقى عديم اقول ايه بس عليه. عمك دي ولا مرات عمك مش كفايه اللي عملوه فيكي؟ انا بقى اللي هتصدق لهم انا ورضا. والله يا اختي على يدك شفت الغلب معاهم، وانا مش عايزه اجر بقى المشاكل وراي. خلوهم ينسوني، حتى ورثي من ابويا مش عاوزاه، بس يسيبوني اعيش مع جوزي افراحه كده وهدوء وروقان بال. والله العظيم ان شاء الله ما سايبه له ملم لا من حقي ولا من حقك، وهنجيب حته محامي كده يجيب لنا حقنا من حباب عينيه. وسكتي وما تقوليش الكلام ده تاني، عشان عمك لما بيصدق جراريد الارض دي ونصيبنا في البيت بتاع ابونا هناخده، ماشي؟ يلا انا عايزاكي كده تبقي مبسوطه. فك الكشره دي يا اختي، عمك ما هيديش حاجه لحد، انا عارفه، ده لو لقاك انت لقمه هياكلك. مالكيش صالح انت، احنا كنا مستنيينك بس تطلعي من تحت يده هو ومرته المفتريه دي، وانا وريده بقى هنلعبوا على الشناكل. سيبيه ياكل حق الولايه واليتامى، ده دي حسابه في الدنيا وفي الاخره، والله ماني سايباه. ماشي يا اختي ربنا يستر بقى من اللي جاي. انا نسيب له حقنا قال ليه؟ هو كان ساب حاجه؟ ده وراني المراره انا وانتي. يما حاضر، هعمل يما حاضر اللي انت قلتي عليه حاضر. يوه انتوا ماشيين رايحين وين؟ والله ما انتوا ماشيين، الوكل على النار اهو، اقعد ناقص له 5 دقايق وهطفى عليه. لا والله يا عايشه ما هينفعش، رضا واقف تحت بالعربيه. مره تانية يا حبيبتي، احنا خلصنا دلوقتي فرش النيش وفرش الاوضه وبقيه الفرش اللي هو والمطبخ وكده النوبه الجايه ان شاء الله. لا ما هيحصلش الكلام دي في احلامكم،
انا دلوقتي هكلم ابو الخير يجيب رضا ويطلع وكلنا نتغدوا، وبعد كده ابقى اشوف انتوا رايحين فين. يو، ما حدش بيعرف يخلع منك ابدا يا عيشي. هتخلعوا تروحوا فين؟ لا، ده انتوا اللي جايين لنا على طول. مالك يا زينب؟ مالها اختك يا اسراء؟ ماليش يا عيشي، ماني كويس اهو. يعني جالك عرايس زي ما اي واحده بتبقى قلقانه كده، لا هي عارفه ان هي قلقانه ولا ان عارفه ان هي فرحانه. يخيبك يا زينب، ما فيش حاجه، ما تحطيش في بالك انت. متى احنا هنقعد دلوقتي وهنتكلم ولما نشبع ونقول يا بس هكلم ابو الخير ينزل يجيب رضا من تحت. ماشي؟ بقول لك ايه ياما، اسراء وزينب قاعدين بقى اهو، هي عشان الناس ده تحت. حدا ابو الخير، اما نشوف بقى العروسه ايه اللي مزعلها. هي ماشي لينا روج انا وانت يا زينب. ما تفكيها يا اختي شوي، اهدي فكيها، خلي الحزن اللي جوه جوه، ما تطلعيش غير الفرح، ده انت عروسي.